مكان يا مكان، نحكي ولا ننام؟ طبعا نحكي، يلا نحكي. وانا ماشي ليالي سواح، من غربة يا غالي سواح سواح. مرحبا، كيف حالكم؟ والله اشتقت لكم من زمان، ما شفتكوش. صار لي حوالي قديش؟ حوالي 5 دقايق تقريبا. إيه اليوم بدي احكي لكم قصه من كتاب كتير حلو، اذا بتدوروا عليه يا ريت تصيروا تقروا منه، واسمه كليلة ودمنة. كليلة ودمنة هدول 2 حيوانات، ذئب، هن من نوع الذئاب، الثعالب والذئاب. هدول الكتاب كله عن الحيوانات، كله بيحكي عن الحيوانات، فيه بني ادمين بس فيه حيوانات كتير. هذا الكتاب اللي ترجمه للعربي والكتاب هندي. اللي ترجمه للعربي واحد اسمه ابن المقفع. شو هالاسم هذا؟ ابن المقفع، بقفع. بالعربي. على فكره الكتاب هو هندي وترجموه للايراني الفارسي. وبعدين اجى ابن المقفع ترجمه للعربي. الهندي والفارسي انحرقوا، ضل بس العربي بالمكتبات هيك انحرقوا. بعدين صاروا الناس صاروا يعرفوا كليلة ودمنة عن طريق العربي. اليوم بدي احكي لكم قصه من قصصه. طيب، قصه السايح. السايح شو يعني السايح؟ هذا السواح، هذا كنت اغني له قبل شوي. السايح يعني مش انتم بتيجوا بتشوفوا سواح بيمشوا، بيجوا من برا اجانب هيك بحيفا وايش، بيجوا اجانب سواح. في واحد كان سايح يلف العالم، معه شنطاته على ظهره، ويلف وين، كل يوم ببلد، كل يوم يروح على بلد، كل يوم يروح على بلد. واسم القصة السايح والصايغ. شو يعني صايغ؟ اللي بيعمل الذهب، يا عيني عليكم. اللي بيعمل الذهب، الخواتم والأساور، وهذا اسمه صايغ. يعني بصوغ، بيعمل الذهب، بيكون ذهب، هو بيعملوا منه خاتم، بيعمل منه اسويره، بيعمل، هذا اسمه صايغ. اسم القصه السايح والصايغ. كان يا مكان، نحكي ولا ننام؟ طبعا نحكي، طبعا نحكي. كان في سايح، وهذا السايح كل يوم في بلد، يمشي يوم، في مره يجي هون عندنا على حيفا، مره اجى هيك، كل يوم بيجي ببلد. مره كان ماشي ببلد غريبه فيها غابه، هو ماشي بالغابه. بالغابه كان في صيادين. الصيادين كيف بيعملوا؟ كيف كانوا يتصيدوا الحيوانات الكبيره المفترسه؟ كيف كانوا يعملوا؟ شبكة، يتخبوا بالشبكة. تخبوا بس كيف؟ وبالشبكة. شبكة كمان. أكل بعدين يجوا الحيوانات. في كمان طريقة. بيعملوا أصوات. في كمان طريقة عشان الحيوانات الكبيرة هاي المفترسة، الأسد والأشياء هيك الكبيرة، صعب يصيدوها. إيش؟ قول. إنه بتخبوا ورا الشجرة لما يقرب. بتخبوا لما يجي حدا يروح برا بتخوه. لا، في كمان طريقة إنه بحطوا أصوات اللي استنى شوي. أنت اللي حكيته صح، بس إيش؟ في طريقة بتعرفوهاش، يمكن بتعرفوها. إيش؟ بحطوا أكل، بعدين بتخبوا ورا الشجرة، بس يجي بده ياكل الأكل بتخوه. طيب، أول إشي ما كانش في طخ، ما كانش في زي قصة قديمة، ما كانش في طخ، كان في أسو نشاب، وكان في الرموح، وكان في، ما كانش في بواريك. طيب هسه أنا بحكي لكم الطريقة ما بتعرفوهاش. في طريقة بتعرفوهاش، طريقة كتير حلوة. كانوا يحفروا جورة كبيرة ويغطوها بشجر هيك وورق وإيشكا. لما يجي الحيوان هو مش عارف إنه في تحته جورة، يكون ماشي هيك، بتعرف كيف النمر ولا الأسد ولا هيك ما يحط إجره هيك، بوف، بوقع بالجورة. ولا هو بعدين بيجوا من فوق بغزوه بأخذوه للحيوان، أو بيحطوا حبل بربطوه بأخذوه. المهم هذا السايح كان ماشي بالغابة، ماشي هيك، ولا شاف جورة. اطلع هيك، عرف انه هاي جورة صيادين.
قرب عليها هيك، ولا لقى مين فيها عالق؟ اسد وقرد، قرد سعدان هذا اللي بتعمشق هيك، وحيي و وشو اسمه، وانسان زلمه. لسه طلع عايشين، ما واقعين، بس غميقه الجوره. طلع هيك لسه كيف بده يطلع الانسان. هو كان في معه حبل هيك، ومش طويل كتير، جاب كمان حبل تاني طوله هيك، وضلوا يمد الحبل هيك عشان ايش؟ الانسان يطلع عليه يتعمشى عليه. ما مد الحبل، مين طلع اول واحد؟ السعدان. القرد دغري نط على الحبل، وصل لفوق. قال له شكرا لك، انقذت حياتي لهذا السايح، يعني انا كنت رح اموت تحت، منيح اللي انقذ حياتي. انت ايش بدك اطلب مني؟ انا ساكن هون قريب من يم الغابه، تعال عندي اسال عني، انا اسمي ابو ميمون. ابو ميمون اسمه. بتسال علي ايش بدك بعطيك، بس بدي اقول لك شيء واحد، انصحك نصيحه. شايف هذا الانسان اللي تحت؟ اوعك تطلعه. ايه، تركوه راح. ليش ما يطلعوش؟ قعد يفكر، مد الحبل كمان مره عشان يطلع الانسان، هو بده يطلع الزلمه. طلعت الحيه، برافو عليك، دغري كلها هي طلعت لفوق. شكرا لك، انا بتشكرك، انا مش عارف كده اتشكرك. انا ساكنه هون قريبه من الغابه هون. اسال عني، انا ام الحنش. اسال وين ام حنش. ابو ميمون وام حنش صار عنده. ايش بدك؟ تعال، لانك انت انقذت حياتي. بس بدي اقول لك شيء واحد، هذا الانسان اللي تحت اوعك تطلعه. شو مالين هدول على الانسان؟ تركها راحت، ولا هي راحت. بعد شوي مد الحبل كمان مره، طلع الاسد. برافو عليك، طلع الاسد. طلع الاسد لفوق. ترى كيف هو الاسد هيك. شكرا لك كثير، انت انقذت حياتي. اسمع، انا هون ساكن قريب من هون، هنا غابي، اسمي ابو شبل. عندي صار عنده ابو شبل او ام حنش وابو ميمون. ايش بدك؟ تعال عندي هون بعطيك ايش بدك. انت انقذت حياتي، شكرا لك، انا ممنون لك، يعني انت مديون لك بحياتي. بس بدي اقول لك شيء واحد، هذا الانسان اللي تحت اوعك تطلعه. وتركه وراح. ضل الانسان. السايح قال ايه؟ حرام، انا جاي انقذ الانسان. مد الحبل، مده هيك، طلع الانسان يتعامل هيك. قال له شكرا لك، انا ممنون لك يا حياتي، انت انقذتني، كنت رح اموت، يعني شكرا كثير كثير لك. انا بشتغل صايغ، يعني بعمل ذهب وجواهر والماظ وهيك وحلق وهيك، ساكن هون قريب، اذا بدك اشي ايش بدك تعال لعندي. وتركه وراح. وايش صار بعدين؟ بنكملها بعدين. سواح وانا ماشي. شكرا لكم انكم حضرتوا كمان حلقه من كان يا مكان نحكي ولا ننام. طبعا نحكي. عشان تحضروا كمان حلقات اكبسوا على السبسكرايب او على اللايك، وهيك بتصير تصلكم الحلقات وتحضروا اكثر واكثر. والى اللقاء في قصه جديده احلى من الاولانيه. الى اللقاء.